السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصعب فترة بنعيشها الفترة دي، وكل يوم أول ما بنصحى بنسأل سؤال مهم: سعر الدولار اتحرك ولا لسه؟ وطرح شهادات دولارية دلوقتي في البنوك في البنك الأهلي وبنك مصر ده أول خطوة من خطوات التعويم ولا لأ؟ وإزاي إحنا بندي فايدة أعلى من أمريكا؟ وإزاي بنطرح شهادة 40% زي اللي طرحها البنك العربي الأفريقي؟ بس التركية هنا إن هي مقدما، بخلاف بقى هي كام في المية لو أنت قسمتها، بس هنا بندي الفايدة بالمقدم. الفترة دي عندنا أزمة زيادات في حاجات كتير، بداية من السيارات والعقارات والأجهزة الكهربائية، ودخلنا منها على الأدوية، ودلوقتي آخر حاجة شايفين فيها أزمة هي السجاير. كل واحد بقى بيسعر بمزاجه، ومفيش أي رقابة من أي مسؤول. ده كلنا شايفينه وعارفينه الفترة دي، وبيجي واحد يقول لك للذهب ما زادش زيادة عن الزيادة اللي هو فيها. هجاوبك على السؤال ده، وهجاوبك على نتيجة اجتماع الفيدرالي 25 نقطة أساس، وهل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لأ. كل ده هجاوبك عليه في الفيديو ده، ما تنساش تعمل لايك. يلا بينا. السلام عليكم. خلينا متفقين ان في مشكلة ما بين الناس والقطاع المصرفي في الوقت الحالي، وده بسبب انخفاض العملة المتكرر. ان انا لو انا النهارده رحت احط فلوس في البنك، حتى لو هاخدها بعد 3 سنين، فانا النهارده هيكون بعد لو حصل تعويم هتكون فلوسي قلت. حتى الشهادة مش سنة، لا ده 3. فالناس هنا بقى فيها مشكلة ما بينها وما بين البنوك. حتى لو هتدي الناس فلوس بالدولار وهتحط لهم فلوس شهادة بالدولار وياخدوها بالدولار العائد بتاعها، وحتى لو مش هتسألهم انتوا جايبين الفلوس منين، بس هنا في مشكلة ما بين الناس وما بين القطاع المصرفي. لازم الحكومة تكون واخدة بالها من النقطة دي، بس لازم اشرح لك هو ده تم ليه. النهارده اتعمل شهادة دولارية علشان خاطر 3 حاجات. اول حاجة توفير السيولة الدولارية من السوق السوداء حتى لو بشكل غير مباشر. تاني حاجة عشان يسيطر على الفلوس اللي في ايد الناس في ايدها دولارات كبيرة. تالت حاجة ان هو يقدر يدفع الديون والاقساط اللي جاية. بس السؤال المهم، ده مردوده ايه على الجنيه؟ خلينا نقل لك الصورة بكل امانة. احنا دلوقتي اصبحنا مفيش بديل عن التعويم، ومحدش يقول لي ان احنا ما عندناش تعويم، لان الكلام ده خاطئ 100%. تعال اقولها لك واحدة واحدة وبالبلدي كده من غير ما اكبر لك الكوم. لو النهارده ما حصلش عند حضرتك تعويم، اولا هينزل التصنيف الائتماني لمصر ومحدش هيرضى يديك ودايع تاني. رقم 2، حضرتك متفق مع صندوق النقد الدولي على كده، وصندوق النقد الدولي لو رفع ايده عنك محدش هيرضى يديك فلوس، ولا حد هيقف يرضى يساعدك عشان مش هيبقى ضامن ان الفلوس دي ترجع له. ولو ما فيش تعويم، سعر الدولار اللي حضرتك شايفه غالي دلوقتي هيعلى اكتر من كده، والسلع هتغلى اعلى من كده وهتقل ومش هتبقى موجوده، وبعد كده مش هيحصل عندك استيراد، ده الدنيا عندك هتقف وهتقل. غير كده انت مش هتقدر تدفع، عندك الفوائد بتاع ديونك اللي عليك مش هتقدر تدفعها، لان ما بقاش فيه عمله. البلد هتقف ومفيش اي حاجه تطلع لقدام. حتى لو كنت شايف ان التعويم مر، بس بقى اصبح ده امر لابد منه. مفيش حاجه اسمها مفيش تعويم، لكن هي مساله وقت. كلنا شايفين الازمات اللي احنا بنمر بيها، واخرها السجاير. طيب ليه الذهب بيطلع وبيرجع ينزل تاني، والناس كلها بتقول لك لا ده المفروض الذهب يطلع ويسافر ويروح في حتة تاني؟ الذهب هنا مربوط بالسعر العالمي. حضرتك بتحدد الذهب في بلدك هنا على اساس سعر عالمي، مش من دماغك، ومش اي تاجر يقدر ان هو يسعر بدماغه. كل حاجة هنا في بلدك ماشية بالمزاج، الا الذهب ماشي بالسعر العالمي. عشان كده لما السعر العالمي بنمشي وراه وبنسعر بيه هنا، بنقدر نطلع وبيرجع ينزل تاني. لكن في اي سلعة دلوقتي كل واحد بيسعر بمزاجه ومش عايز يرجعها تاني. خلاص هو بالنسبة له ده بقى قرآن، طالما غليت ما ترجعش تاني، وكله على قفا الزبون وعلى قفا المواطن. بس هرجع اقول لك تاني، احنا اللي بنعمل كده. خلي بالك، مش معنى ان التاجر بيرجع يحط في الحاجة 70% مكسب فوق اللي هو عايز يكسبه، بس ما غيرك هيزود وغيرك هيزود وغيرك هيزود. احنا بنخرب الدنيا بايدينا قبل كل حاجة. البنك الفيدرالي الامريكي رفع الفايدة 25 نقطة اساس وبقت 5.5%، وجيروم باول قال انه هيعتمد على البيانات في الاجتماعات اللي فاضلة لحد اخر السنة. ومن اهم البيانات دي بيانات التضخم والتوظيف، دول اهم بيانين بيعتمد عليهم الفيدرالي في رفع الفايدة. خليني اقول لك ان السعر العالمي مش هينخفض دلوقتي خالص، حتى السنة دي لما تخلص مش هيخفض الفايدة. طيب خلينا متفقين ان السعر العالمي دلوقتي واخد منحنى
نزول، هو هياخد منحنى صعود في حالة انه ثبت. حتى لو ثبت الاجتماع اللي جاي وقال انه هيرفع اللي بعديه، السعر هيروح برضه للانخفاض، وده اللي انا متوقعه، انه يثبت اللي جاي ويرفع اللي بعديه ويثبت اخر واحد في السنة. فخلينا متفقين ان احنا محتاجين نركز على السعر المحلي، السعر المحلي اللي احنا بنشتري بيه. وكل اللي عايز يشتري يبدأ ان انا افكر هشتري امتى، وده اللي ممكن نتكلم فيه الحلقة اللي جاية ان شاء الله في حتة الشراء دي، اللي هنبدأ نفكر ان احنا ناخد فيها قرار. طيب الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ زي ما احنا متعودين ان سنة فيما فوق اشتري بجزء من فلوسك، اقل من سنة ما تشتريش، وحافظ دلوقتي على فلوسك عشان نستنى نشوف الدنيا رايحة وجاية منين. خلي بالك ان الفترة دي ممكن تشوف طرح شهادات كتيرة من بنوك، اولها بنك الاهلي وبنك مصر. بعد اجتماع البنك المركزي المصري في اول اغسطس اللي جاي، ممكن تشوف البنك المركزي يرفع الفايدة مش ما يثبتش، وحتى لو ثبت ممكن نشوف الفترة اللي جاية شهادات اعلى في البنك الاهلي وفي بنك مصر. الناس اللي معاها ده ما تروحش تبيع وتروح تحط في الشهادات، خلي عندك صبر وخلي عندك حكمة وانت بتاخد قرارك، وبلاش تاخد قرارك باندفاع. لو عجبك الحلقة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، واي حد عنده استفسار او تعليق سيبولي في الكومنتات وهرد عليك. سلام.